السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. يا رب يكون يعجبكم كده ان شاء الله، ويبقى حاجة سهلة وبسيطة نعملها سوا. هنعمل النهاردة رز بشعرية فلفل وجميل زي ما انتي شايفة كده، وحلو جدا مظبوط. وهنعمل كمان ملوخية خضرة جميلة، خضرها باين اهو طعمها زي الفل. وطبعا طاجن البامية باللحمة اللي كلنا بنحبه. تعالوا نشوف انا عملته ازاي على طريقتي. حلة على النار هنسلق فيها اللحمة، طبعا حلة بتغلي فيها مية. حطيت اللحمة واحدة واحدة كده عشان تاخد الصدمة بتاعتها وتقفل الأنسجة بتاعتها. طبعا هستنى شوية، لو في حاجة طلعت على الوش بشيلها ارميها. بحط له بصل وجزر وورق لورا وحبهان، ما تكتريش يعني، ممكن 3-4 حبهان على ورقتين لورا، شوية فلفل اسود، ونص كوباية عصير طماطم. تاني بقى حلة تانية نقطع فيها بصل عشان نعمل البامية. بصلة متوسطة مش كبيرة، ما تكتريش في البصل في البامية بالذات. هنكتر شوية في الثوم. انا هنا بحمر البصلة على نار هادية كده مع نفسها، على ما انا اروح ادق الثوم دوت حوالي 7-8 فصوص، معاهم معلقة كزبرة صغيرة، كزبرة ناشفة. حمرتهم مع البصل، حطيت عصير الطماطم. وطبعا هنا اللي هيدي ريحة جميلة فلفل اخضر وفلفل حامي. ما تخافيش من الفلفل الحامي، هيطلع زي الفل. اتسبكت اهيت بقت زي الفل. حطيت كيس البامية وبعدين بزودها شوربة واسيبها بقى مع نفسها كده تستوي على نار هادية برضو. هنعمل الرز بقى. كيس شعرية هنقلبه كده على نار هادية عشان يبقى الشعرية كلها لون بعضها. خلي بالك ان الشعرية بتلقط على طول النار، اوطي النار عليها. انا كنت بتبل اللحمة بحط لها الملح، وبعدين قلبت الشعرية لحد ما خدت لون واحد، لون فاتح مش غامق، عشان تطلع معاكي في الاخر زي النتيجة اللي شفتيها. حطينا الرز ومعلقة ملح، قلبي كويس لحد ما الرز يسخن. وبعدين هنزود مية سخنة بتغلي من الغلاية اهي، علشان لو مية باردة هتدي نتائج مش كويسة، الرز هيعجن منك. طبعا الرز المصري كوبايتين رز عليهم كوبايتين مية. تعالي بقى نعمل الملوخية. انا خرطتها، حطيت لها الشوربة وبقلبها على النار اهيت لحد ما تدوب تماما في الشوربة بتاعتها. طبعا كنت مجهزة التقلية بتاعتها، 6-7 فصوص توم دقيناهم كويس مع كزبرة وشوية ملح. التومة خدت لون ذهبي، اديني بتشها عملت التشة او الفوران ده، يبقى انا ماشية صح. زي ما انت شايفة احلى طبق ملوخية وبامية ورز، غدا بسيط وسهل والاولاد كلهم بيحبوه. بالهنا والشفا.